ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا جايه لكم النهارده بوصفه لذيذه وحلوه قوي، وبجد دي اكتر حاجه انا بحب اكلها في الفطور، وهي اللانشون. هنعمل اللانشون في البيت بطريقه بسيطه بدون لحوم ولا اي حاجه. هتقولي لي هو اللانشون ينفع من غير لحوم؟ هقول لك انا عايزه اقول لك ان انا لما بشتري بره بيبقى نفس الطعم، وعلى الاقل حاجه انضف واحسن من بره بكتير. اول حاجه المكونات بتاعته سهله جدا. هتجيبي 6 بيضات. خدي بالك ان احنا هنعمل المكونات على قد بعض. يعني ايه على قد بعض؟ احنا دلوقتي هنستعمل 6 بيضات وعليهم 6 قطع جبنه مثلثات اي نوع انت عايزاه. وبعد كده يعني مثلا هتعملي 8 بيضات يبقى 8 قطع مثلثات، 5 يبقى 5، يبقوا نفس العدد. وبعد ما جبنا الخلاط بتاعنا حطينا فيه كمية البيض بتاعتنا كلها، هننزل بقطع المثلثات اللي معانا. وبعد كده هنزل عليها بحوالي 5 فصوص من الثوم او 6 فصوص، وعليها مكعب مرقة. وبعد ما حطيت الكلام ده كله في الخلاط هحط عليها نص كوباية من الزيت. وبعد كده نقطة من لون احمر غذائي. ما عندكيش لون احمر غذائي، في حاجة عند العطار اسمها دم لحم الغزال. ده اسمها كده، بتبقى باودر كده ولونها احمر شبه البابريكا. بتجيبيها بتحطي منها برضو ذرة بسيطة جدا عشان بتلون قوي. بعد ما احط نقطة واحدة من اللون الاحمر هحط بقى عايزة تخليه سبايسي حراق، هاتي قرن فلفل قطعي قطع صغيرة خالص عشان يتضرب كويس ويتفرم معاها، بس ما تقطعهوش كله، قطعي نصه بحيث انه يتفرم معاها، والباقي هقولك تعملي بيه ايه. وبعد كده عندي حبايتين او قطعتين من الحبهان، جبتهم هفتحهم كويس قوي، يعني لازم افتحهم، ما احطهمش سليم. هفتحهم، هنزل الحبيبات السودا اللي فيه دي في قلب الخليط، وهكسر الخشبة اللي من بره او الغلاف بتاعه، اكسرها حاجات صغيرة عشان اضمن انه يتفرم كويس. وبعد ما افتحهم كده واحطهم، عايزه اقولك بتدي ريحه حلوه قوي، وطعمها مش بيبقى باين ولا مقصر خالص. وبعد كده هحطهم، هضرب المكونات دي كلها كويس قوي في الخلاط ضرب كويس جدا، اتاكد انه كله داب، مفيش تكتلات ولا كتل ولا اي حاجه. هجيب بقى ربع معلقه من الملح، معلقه صغيره من 7 بهارات، وبعد كده هحط معلقه صغيره من الفلفل الاسود. يبقى التوابل معانا بكل بساطه ربع معلقه من الملح، معلقه صغيره من ال7 بهارات، معلقه صغيره من الفلفل الاسود. وبعد كده هنيجي للخطوة الأهم اللي هتربط معايا المكونات دي كلها، وهي الدقيق. هجيب على نفس العدد بتاع البيض والجبنة. هحط احنا البيض حطينا 6 بيضات و6 قطع مثلثات جبنة مثلثات، هحط معاهم 6 معالق من الدقيق. بعد ما احط ال6 معالق من الدقيق بالشكل ده، عادي تقدري تحطي الدقيق مش منخول ولا اي حاجة عشان احنا لسه هنضربه تاني. هنرجع بقى نقفل الخلاط بتاعنا ونضربه كويس قوي، هنلاقيه بيضرب كده كويس جدا. ولو لقيتيه عصلك معاكي او مش عارف يضرب كويس، قلبي بس تقليبه بالمعلقه ورجعي اضربي. وبعد ما ضربته كويس بقى خلاص وصلت للقوام اللي انا عايزاه، هقطع بقيه قطع الفلفل. وعايزه اقولك تقدري في المرحله دي تحطي زيتون مخلي تقطعيه، او تقدري تحطي حبيبات من الفلفل الاسود، احب اللي هو الفلفل الاسود الحصى السليم، تقدري تحطي شويه. عايزه اقولك ال3 دول مع اللانشون خطير يا جماعه وحلو قوي قوي، جربوه. هقطع الفلفل بتاعنا كده قطع صغيره برضو، وهجيب معلقه واقلب بيها المكونات ده عشان تتوزع كده وتشرب في قلب اللانشون. بعد ما هقلبها كده كويس قوي، هجيب الحاجه اللي انا هحط عليها. بس قبل ما اجيبها بصوا شكل القوام عامل ازاي، ما شاء الله. انا عايزه بقى القوام ده لا اخف ولا اتقل، ده القوام المظبوط. هجيب علبه او اي حاجه احط فيها كيس بلاستيك اللي هو زي اكياس الفول او اللبن. انا بفك الكيس تاني عشان اوريكم. في الاول بجيب علبه ايا كان شكلها، واحط فيها الكيس البلاستيك بالشكل اللي هيبقى قدامكم ده، افتحه كويس قوي. واهم حاجه مفيش حاجه تبقى مبلوله، كله يبقى ناشف. هفرد الكيس كويس قوي في العلبه، وبعد كده انزل بالخليط اللانشون اللي انا عاملاه. وبعد ما هنزل عليه الخليط ده، بصوا ما شاء الله قوامه عامل ازاي. عايزه اقولك والله الطريقه دي حلوه قوي وطعمها حلو حلو حلو. هتقولي لي مش نفس طعم اللي بره، بس هقولك على الاقل حاجه انضف وانت ضامنه انت بتاكلي ايه. بعد ما صفيته بقى في الكيس كويس قوي، هطلع الهوا منه خالص. انا همشي معاكي خطوه خطوه. بعد ما هطلع الهوا منه خالص كده كويس قوي من الكيس، ما ينفعش يبقى فيه هوا بالشكل ده. اسحبي من تحت الكيس من تحت لفوق كده، وبعد كده تعالي على طرفه ولفيه كده، وهاتي خيط واقعدي لفي فيه حبه حلوين. المهم ان انت تتاكدي ان انت لفتيه كويس قوي بالخيط عشان مفيش ميه تدخل فيه.
واثناء ما احنا مشغلين اصلا في قلب وصفه اللانشون تكوني حاطه حله كبيره اكبر من الكيس مليانه ميه، نصها ميه يعني، على النار وسايباها تغلي. وبعد ما قفلته كويس قوي بالخيط هبدا انزل اللانشون كاني بفرده على شكل اسطواني. هنزل اللانشون كده او الخليط من الجوانب كلها بحيث انه يبقى ينزل تحت في اتجاه واحد ويتفرد ياخد الشكل اللي احنا بنشوفه من بره ده اللي هو المدور. بعد ما فردته كويس قوي بالشكل ده لازم تنزلي كل حاجه كويس قوي، عشان اصلا لو سبتي حاجه فوق هي هتستوي تلقائيا بس هتبقى مفرده كده لوحدها. رحت بقى وجبت الكيس، هتلفيه من فوق من الناحيه اللي انتي نزلتي منها الخليط، هتلفيه بالشكل اللي قدامك ده كذا لفه بالشكل ده، هو لفتين تلاتة. وادي الحله معانا، حله اكبر من الكيس، لازم تبقى اكبر من الكيس عشان ما تبوظش الشكل وما تلاقيش كله ضم على بعض. هتنزليه في قلب الميه المغليه، اهم حاجه تبقى مغليه، تمسكيه حوالي 30 ثانيه بس او دقيقه. اول ما بتنزليه في الميه السخنه المغليه بتلاحظي ان اللون بتاعه اتغير وبتلاقيه نزل تحت، هو بينزل تحت. تحسبي بقى من وقت ما تحطيه ساعة كاملة، لان هو بياخد في السوا ساعة. هو في الاول بيبقى تحت بس لما بيبدأ يدخل في السوا بتلاقيه طلع على الوش. المهم بعد نص ساعة ما تعدي غطي عادي الحلة نص تغطية براحتك، وبعد كده طلعي على حاجة ناشفة كبيرة كده وافتحي الكيس عشان يتهوى وشيليه من الكيس، حطيه في قلب صينية تانية وسيبيه يبرد خالص. وعايزة اقولك احلى نتيجة تاخديها وتلاقيه ماسك نفسه كده ان انتي اول ما يبرد تماما حطيه في كيس او علبة وحطيه في التلاجة وتعالي كليه تاني يوم. حرفيا حلو حلو حلو. تقدري بقى، انا عايزه اقولك ان انا بشرت اللانشون ده بمبشره الشيبسي، تقدري تبشريه عشان تطلعي بنفس الخفيه او الحجم الصغير، السمك الصغير يعني بتاع اللانشون اللي بره. عايزه اقولك طعمه حلو قوي، خصوصا لو ضفتي بقى فلفل حراق تاني او زيتون او فلفل حصى، حلوة قوي. وزي ما قلت لك اول ما تطلعيه من النار افتحي الكيس على طول عشان يتهوى، وشيليه من الكيس كمان عشان ما يبقاش سخن ويتفاعل اكتر مع الكيس. حطيه في حاجه تانية ناشفه اهم حاجه مش مبلوله، وسيبيه يبرد تماما. واول ما يبرد تماما شيليه في التلاجة. عايزه اقولك بيقعد معاكي اسبوع او اكتر عادي جدا. وخلصنا الفيديو، متنسيش تشتركي في القناه.